أنا صحيح الكلام اللي سمعته ده يا زيزو؟ كلام إيه يا ديشا؟ إنك مضيت للأهلي بقالي آخرتها يا زيزو؟ هتيجي عليا أنا يعني يا ديشا؟ ما أنا بقالي 7 سنين في الزمالك ومش باخد إلا ربع مرتبي، وفي الآخر عايزين يجددولي بفيلا هستلمها بعد 4 سنين. الفلوس مش كل حاجة يا زيزو، ومش تنسى إن الزمالك هو اللي عملنا وصعدنا واتشهرنا فيه. لولا الزمالك دلوقتي كان زماننا دلوقتي بنلعب في النادي درجة تانية. طب ما الأهلي كويس برضه وعنده فلوس وجماهير وإعلانات بالملايين وكأس عالم للأندية وبطولة أفريقيا كل سنة، غير الدوري والكاس وكل حاجة موجودة، غير إنك بتاخد مرتبك على داير المليم. أما عندنا في الزمالك مش هتاخد غير ربع مرتبك، والباقي يا ما خدتوش بقضايا الورثة هما اللي هيجروا عليه بعدين. مش هتفضل كده يا زيزو على طول. المسير الحالي يتعدل في يوم من الأيام ويبقى لنا دخل وفلوس وملعب زي الأهلي. وتيجي انت كمان معانا يا ديش عشان تلعب معانا في كأس العالم للأندية بدل النادي اللي انت بتلعب فيه ده. أنا لو رجعت مصر هرجع بس للزمالك. يعني هتيجي عليك انت بس؟ ما الفرقة كلها راحت الأهلي، كهربا وإمام وبن شرقي، ما فاضلش غير واد فتوح وانت وفرجاني ساسي، وبعدين هتلعب في كأس العالم للأندية مع فينيسيوس ومبابي وميسي وهالاند بدل النادي اللي انت بتلعب فيه ده اللي بيصارع على الهجوم، وفي الآخر النادي بتاعك هيهبط وهيستغنى عنك ببلاش. فكر كويس. حلوة الفكرة دي.